السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل فيديو ظريف وخفيف وإن شاء الله يعجبكم جدا. النهاردة هنعمل الرق الطري بكل سهولة. اللهم بارك. معايا كمية حلوة كده، معايا كده معلقتين من الملح ومعلقة كبيرة من السكر. هقلبهم كويس جدا جدا كده في الدقيق. واللهم بارك. معايا كمان 4 كيلو لبن. ما شاء الله انا عامله كميه كبيره كده. طبعا الله يعين كل واحده على بيتها وعلى ولادها وعلى شغلها. انا عاملاه كده بكميه وبحطهم في الفريزر كده يكفوني شهر ولا شهر ونص كده. طبعا كلنا بنبقى ربنا يعيننا على بيوتنا وعلى ولادنا، وكمان احنا في ايام امتحانات. ربنا ينجح ولادنا جميعا يا رب، ويوفقهم لما يحب ويرضى، ويبعد عنهم اي حاجة وحشة اللهم امين. فبنبقى عايزين حاجة كده نعملها تكون موجودة في الفريزر، بحيث ان احنا نقضي اكتر وقتنا معاهم وما بيذاكروا. وهنا حبايبي بحط المية بالتدريج كده. بنزل شوية بشوية كده وبلم الدقيق من كل اتجاه، وبرفع كده كويس جدا عشان بيبقى فيه كده ساعات الدقيق في القعر تحت، فبيبقى ما بيطلعش لما نحط له مية. يعني حاجة اللهم بارك كده تستاهل بقكم. ما ننساش برضو احنا شغالين كده حبايبي نستغفر الله. استغفر الله العظيم رب العرش العظيم واتوب اليك. وكمان يا حبيبي نسبح الله كده ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. دايما كده يبقى بيتنا مليان بالخير والرحمة والمودة اللهم امين. وهنا حبايبي كمان لميت العجين كويس جدا كده. ضربة يمين على ضربة شمال كده هتلموه. وهنا حبايبي هنلمه كده، واحنا بنلمه كده ننضف الطبق حوالينا كده. ست الحبايب امي ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك لي في عمرها، كانت دايما تقولي من نظافة وانت بتعجني وكده يكون الطبق بتاعك نظيف، يعني دايما ما تخليش في حروف كده عجين. كانت تقولي دايما كده ربنا يبارك لنا، بيبارك لي في عمرها يا رب، ويبارك في كل ام يا رب، ويخلي امهاتكم جميعا اللهم امين. وهنا حبايبي حطيت السمنة بتاعتي، وهجيب كمان كوبايتين زيت. انا هنا صراحة كده انتوا مش غربة، انا كنت بطلت فارتحت شوية كده. وبعد كده جبت كوبايتين زيت، حطيت كوباية تانية اهيت، وهلم بقى العجين كده. طبعا لازم العجين بتاعي يتشرب كل السمنة اللي احنا حطيناها علشان يطلع كده جميل وطري، وان شاء الله يعجبكم بأمر الله. وهنا حبايبي لميته كويس جدا معايا كده، وهسيبه بقى يرتاح. وهغطيه كده بغطا نضيف كده، وارجع اقرصه معاكم. انا مش عارفه انتوا بتقولوا على التقريص ده ايه، بس احنا بنقول عليه بنقرص، يعني بنعمله كور كده. لسه كده بلم كويس جدا، لازم ألمه كويس جدا جدا. شوفوا ما شاء الله الطبق نضيف من جوه ازاي. من العجين لازم يكون سايب الطبق كده. بغطي كده بمشمع، وهحط عليه كده ملاية، عباية قديمة، اي حاجة يعني تكون نظيفة للعجين ده. عندي ملاية نظيفة كده بعملها وهنا حبايبي قرصت كده وحاجة كده اللهم بارك. انا جم معايا 2 لوح من دولت، وكمان هغطيهم بمشمع كده عشان يتني طري، وعليه كمان قماشة نظيفة. وهبدأ بقى دلوقتي اخبز قدامكم يعني. وهنا اول واحدة جربتها كده عملناها في الفرن. هنا الله يبارك يا رب كده مرات اخويا ربنا يديها الصحة، هي اللي كانت قاعدة الفرن واحنا بنخبز لها يعني. انا حبيت اوريكم دي، وهوريكم دلوقتي واحنا بنخبز. انا طبعا انا كنت بعمل واحدة بس، بعملها بايد واحدة وبصور، فانا حبيت اوريكم مرات اخويا الله يديها الصحة يعني، وهي اللي بتخبز قدامكم. احنا عندنا هنا بنقول على الفرادة دي سريع. انا مش عارفة انت عندكم بتقولوا عليه بصراحة.
يعني حاجة كده ما شاء الله. شوفوا عشان العجينة كويسة جدا بيطلع طري وجميل جدا. هنا بقى انا بعمل لكم دي، بس طبعا معلش لو التصوير مش كويس عشان انا بصور بايد واحدة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هفردها كويس جدا كده على الحروف يا حبايبي، بناخد من القلب نطلع على الحروف. وهنا حبايبي احنا بنريحها، حاجة اسمها بنريحها كده، انا مش عارفة خدتوا بالكم مرات اخويا بتريح الرقاقة. وهنا اللهم بارك كنت عملت هنا اول شوية كده وحبيت اوريكم كده. وهنا حبايبي خلصت، وكمان كنت عملت الغدا كده. طبعا كنت كمان خبزة عيش، هبقى اعمله لكم لوحده في فيديو تاني. وكده عندي بامية كده كنت مفرزاها في الفريزر، وبطاطس وخيار وطماطم، يعني حاجات كده حلوة رضا. اللهم بارك يا رب، ربنا يحفظها يا رب، نعمة ويدومها علينا من الزوال يا رب، اللهم امين. يا رب يكون الفيديو خفيف وظريف عليكم. اشوفكم في رعاية الله، مع الف سلامة. ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناة.